أهلا بيكم في الجزء الثالث من حكايتنا عن ون بيس. الأجزاء اللي فاتت لو ما لحقتوهاش هتلاقوها مستنياكم على القناة. المرة اللي فاتت وقفنا والمطاردة كانت على أشدها، سفينة بحرية عملاقة بتجري ورا طائم قبعة القش زي الوحش في نص البحر. لوفي من حماسه نط لفوق وطلع منظاره عشان يشوف مين القائد اللي بيطاردهم ده، واللحظة وشه اتغير واتخطف. أول ما عينيه جت على الراجل الضخم اللي واقف على مقدمة السفينة زعق بصوت عالي سمعه كل اللي على السفينة: جدي! صحابه سمعوا الكلمة دي وجات لهم صدمة كهربية، مش مستوعبين اللي بيحصل. ازاي يعني نائب ادميرال البحرية جارب، واحد من اقوى واشهر رجالة البحرية في العالم كله، يبقى جد الكابتن بتاعهم القرصان لوفي؟ الدنيا لفت بيهم ولوفي نفسه سرح بخياله ورجع لايام الطفولة. وهنا الحكاية بترجع بينا فلاش باك سريع عشان نفهم ايه اللي بيحصل. زمان قبل ما لوفي يتولد حتى، جده جارب كان راجل بحرية من الطراز الاول، لكن كل اجازة ياخدها كان بيرجع قريته عشان يقضيها مع حفيده لوفي ويربيه. كان حلمه وهدفه في الحياة انه يخلي لوفي جندي بحرية قوي زيه، يكبر ويبقى رمز للعدالة، وفضل يربيه على الاساس ده، يدربه تدريبات قاسية ويعلمه يبقى راجل من صغره. لكن في مرة من المرات جارب رجع من مهمة طويلة عشان يلاقي حفيده اتغير تماما. لوفي كان قابل القرصان شانكس واتأثر بيه لدرجة انه بقى كل حلمه انه يبقى قرصان زيه. مش بس كده، بقى بيقلده في كل حاجة وبيصرخ ويقول انا هبقى ملك القراصنة. جارب لما شاف المنظر ده الدم غلى في عروقه. ازاي كل تربيته ومجهوده يضيع وهدر عشان قرصان اهبل عدى على القريه؟ اتعصب وراح على السفينه الخشب الصغيره اللي كان لوفي بيبنيها عشان يبدا بيها رحلته، وبايد واحده دمرها حتت. لوفي قعد يصرخ ويعيط، وجارب خده معاه عشان يربيه من اول وجديد ويحاول يزرع فيه فكره البحريه تاني ويمحي فكره القرصنه دي من دماغه خالص. نرجع تاني للوقت الحاضر والمطارده لسه شغاله. نامي كانت عايزه تهرب وتستخبى، لكن لوفي كان ليه راي تاني خالص. امر زورو ونامي يمسكوا دفة السفينة ويثبتوها، وخد معاه أسب وجريوا على المدفع. لوفي بص لأسب بثقة وقال له: يلا يا أسب، ورينا بقى خبرتك في المدافع اللي حكيت لنا عنها. أسب وشه صفر وبدأ يلجلج: أصل المدافع اللي بضرب بيها مش من الموديل ده خالص، ده نوع قديم. وفي وسط لخبطته دي وقع الذخيرة كلها وبهدل الدنيا. في اللحظة دي اتكشف إنه كان بيكذب عليهم وما بيعرفش أي حاجة عن المدافع ولا الأسلحة، هو بس كان بيحب يهبد ويألف قصص بطولة. في الوقت ده سفينة البحرية كانت لسه بتمطرهم بقذائف المدافع، وواحدة منهم جت في جنب سفينة لوفي وعملت فيها خرم كبير، كانوا خلاص على وشك يغرقوا. جارب الناحية التانية كان واصل لقمة عصبيته. لما لقى المدافع مش جايبة نتيجة قرر انه هيتصرف بنفسه. عمل حركة غريبة كأنه بيتوضأ عشان يصلي العصر، وفي ثانية لقيناه مسك قذيفة مدفع بإيديه العارية، ووسط ذهول كل اللي حواليه صرخ: الله أكبر! وحدفها بمنتهى القوة ناحيتهم. القذيفة كانت طالعة من إيده كأنها طالعة من مدفع حقيقي، سريعة وموجهة بدقة ناحيتهم. صحاب لوفي شافوا القذيفة وهي جاية ناحيتهم وقالوا: خلاص دي نهايتنا، مفيش مفر المرة دي. لكن قبل ما تلمس السفينة بثواني لوفي أخد نفس عميق ونفخ جسمه كله وبقى عامل زي البالونة العملاقة. القذيفة خبطت في بطنه المطاطية، وبدل ما تنفجر ارتدت بقوة أكبر ورجعت على سفينة البحرية، خبطت في الصاري بتاع الشراع ودمرته تماما. بكده سفينة جارب ما بقتش قادرة تتحرك بسرعة عشان تلحقهم، ولوفي أمر صحابه يرفعوا كل الأشرعة، واستغلوا فرصة إنهم دخلوا في منطقة ضباب كثيف وهربوا من قبضة جدهم. لما حسوا إنهم بقوا في أمان والضباب حماهم، نامي طلبت من زورو إنه يكلم لوفي بجد بخصوص موضوع جده ده، إزاي يخبي عليهم سر خطير زي ده. زورو بمنتهى البرود رد عليها: عايزاني أكلمه في إيه يعني؟ ده جده هو مش جدي أنا. نامي كانت هتطق من بروده واستهتاره بالموقف، وفي وسط النقاش ده لوفي فجأة وقف وشم صاحبنا ده ممكن يغلط في أي حاجة في الدنيا إلا في ريحة الأكل. قال بصوت عالي: أنا شامم ريحة أكل، في حد بيطبخ قريب من هنا. وبدأ يواجه نامي يمين في يمين شمال في شمال، وهي ماشية وراه زي ما بيقول لها بالظبط، لأنهم عارفين إن حاسة الشم عنده في الأكل ما بتخبش. وفعلا بعد مدة قصيرة طلعوا من الضباب عشان يلاقوا نفسهم قدام مطعم ضخم وعائم في وسط البحر اسمه باراتي. ركنوا سفينتهم جنب باقي السفن ودخلوا عشان ياكلوا اي حاجه تسند قلبهم. المشكله ان المطعم كان زحمه بطريقه مش طبيعيه، والويتر قال لهم ان اقرب ترابيزه هتبقى كمان 3 اسابيع. طبعا لوفي اتجنن وبدا يزعق ويهدد، لكن قبل ما يعمل مصيبه نامي دخلت في الموضوع، طلعت كام ورقه فلوس ودستهم في ايد المضيف، وفي اقل من دقيقه كان جايب لهم ترابيزه مخصوص في احسن مكان. دي نامي يا جماعه مفيش حاجه تقف قدامها. في مطبخ المطعم كان في مجموعه كبيره من الطباخين، لكن
لكن أمهر وأشهر واحد فيهم كان شاب وسيم اسمه سانجي. رئيس الطباخين وصاحب المطعم ده هو الشيف زيف، راجل عجوز بقدم خشب. وبالرغم من إن سانجي كان فنان في طبخه ومحدش بيعرف يعمل زيه، زيف كان دايما ينتقده وما بيعجبوش العجب. انت بتعمل ايه؟ مين قالك تتفنن؟ الناس دي عايزه لحمه مشويه، اشوي لهم لحمه وخلصنا. سانجي كان بيرد عليه بغيظ، وبعد مناقره طويله زيف امره يخرج يقدم الاكل بنفسه للزباين. سانجي بالرغم من انه بيكره يخرج من المطبخ ما كانش قدامه حل تاني. قلع مريالة المطبخ ولبس الجاكيت الانيق بتاعه وخرج. وهو عند الباب لقى 2 زباين بيتخانقوا وصوتهم عالي. حاول يهديهم بالذوق، لكن الاتنين كانوا شاربين وشكلهم جايين يعملوا مشاكل. واحد منهم طلع مسدس عشان يضرب التاني، لكن قبل ما يضغط على الزناد سانجي كان أسرع منه، وبضربة رجل طائرة طير المسدس من إيده ولف للتاني، وبركلة تانية في وشه خلاه يغمى عليه. ورجع للأولاني اللي كان بيحاول يقوم واداله ركلة تالتة قضت عليه تماما. وبعد ما خلص عليهم بمنتهى الهدوء راح على ترابيزة لوفي وصحابه كأن مفيش أي حاجة حصلت. طاقم لوفي كان الجوع هياكله. هاتلي 4 فراخ مشوية وطبقين مكرونة وسجق ولوبيا حارة. ونامي بمنتهى الرقة طلبت كوباية مية. سانجي عينيه لمعت أول ما شاف نامي وقال لها: والأنسة الجميلة تحب المية عادية ولا فوارة؟ نامي مردتش عليه وقالت له عايزة مية عادية في كوباية عادية. في نفس الوقت على سفينة البحرية الصاري اللي لوفي كسره كان عامل لهم مشكلة كبيرة. جارب سأل مساعده هياخد وقت قد إيه عشان يتصلح؟ قال له 2 يوم على الأقل. جارب عرف إنه لو اتأخر أكتر من كده هيفقد أثر لوفي للأبد، فقرر يتصل بواحد اسمه ميهوك. ميهوك ده كان قرصان سابق وأسطورة في عالم القتال بالسيوف وما بيرحمش أي حد. لما رد على جارب قال له استنى شوية، وكان في نص معركة شرسة. تخيل معايا المشهد، ميهوك لوحده قصاد طاقم قراصنة كامل بسفينة ضخمة فيها آلاف الرجالة، وهو نازل فيهم تكسير وتقطيع. كان بيقضي عليهم بسهولة مرعبة لدرجة إنه بسيفه قسم السفينة بتاعتهم نصين ووقع الكابتن بتاعهم في المية. كل ده ليه؟ عشان كانوا عاملين دوشة وصحوه من قيلولته. بعد ما خلص عليهم رجع كلم جارب. جارب طلب منه يقبض على قرصان اسمه لوفي واداله الإحداثيات التقريبية لمكانه. كل ده والجندي كوبي كان مستخبي وسمع كل الحوار اللي دار بينهم. نرجع لمطعم باراتي. لوفي واصحابه كلوا لحد ما شبعوا، ولما سانجي جاب لهم الفاتورة لوفي كتب له عليها هنبقى ندفع بعدين. سانجي لما شاف الفاتورة كان هيجيله جلطة. مين لوفي ده؟ انا يا عم مين يا حبيبي؟ احنا هنا ما بنشتغلش بالدين. قدامي على المطبخ تغسل المواعين لحد ما تسدد اللي عليك. لوفي لقى نفسه اتحبس في المطبخ ولبس المريلة وبدأ يغسل في جبل من الاطباق اللي ما بتخلص. في الوقت ده نامي كان باين عليها ان في حاجة شغلاها. زورو سألها مالك، قالت له انها شايفة ان لوفي غلط لما خبى عليهم موضوع جده. زورو اللي كان دايما عقلاني وهادي قال لها وايه اللي كان هيتغير يعني لو كان قال لنا؟ ما احنا من ساعة ما طلعنا معاه واحنا بنقابل اخطار ورا بعض، كنا هنبطل يعني؟ نامي شافت ان الكل واقف في صف لوفي وحست انها لو فضلت معاهم هتموت، فقررت تهرب. راحت عند البار واتفقت مع واحد صاحب مركب انه ياخدها تاني يوم الصبح لجزيرة اسمها كونومي، ورجعت قعدت معاهم تاني كأن مفيش اي حاجة. على سفينة البحرية كوبي سأل واحد من الجنود عن ميهوك ده، فعرف انه واحد من الشيتشيبوكو او امراء البحر السبعة، وانه اعظم مبارز بالسيوف في العالم كله. كوبي ما صدقش نفسه، يعني ايه امراء بحر؟ الجندي فهمه ان الحكومة بتتعاقد مع قراصنة اقوياء زي ميهوك، بتسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه وما بتعاقبهمش، وفي المقابل لما الحكومة تحتاجهم في مهمة لازم يساعدوها. كوبي لما سمع الكلام ده راح لجده جارب وواجهه وقال له انه دخل البحرية عشان يقبض على القراصنة مش عشان يتعاون معاهم. جارب كان هادي جدا وقعده جنبه وبدأ يحكي له: انا من 50 سنة لما دخلت البحرية كنت شاب صغير زيك كده، وما كانش عاجبني النظام، وكنت بكره اشوف الحكومة بتطبق القانون على قراصنة وبتسيب قراصنة تانية. بس فكرت لو انا انسحبت وانت انسحبت وكل اللي مش عاجبه النظام انسحب، مين اللي هيغير القانون ده؟ التغيير بيجي من جوه النظام مش من براه. كوبي اقتنع بكلام جده وقرر يكمل. في المطبخ لوفي وهو بيغسل الاطباق بدأ يتكلم مع سانجي. الاتنين بدأوا يحكوا لبعض عن احلامهم. سانجي قال له انه حلمه يلاقي مكان اسطوري اسمه الازرق الكامل. ده بحر خيالي بتتجمع فيه اسماك ومكونات من كل بحار العالم الاربعه. لوفي بطبيعته المتفائله بدأ يشجعه بحماس: اكيد هتلاقيه، ولو ما لقيتوش هتموت وانت بتحاول، وده في حد ذاته شرف. وفي وسط كلامهم الباب خبط ودخل عليهم واحد حالته تصعب على الكافر، كان هيموت من الجوع ومش قادر ينطق غير كلمه واحده:
ناكل. سانجي من غير ما يفكر لحظة راح جاب مكونات وبدأ يطبخ له أحسن أكل. واحد من الطباخين التانيين حاول يمنعه وقال له لو الشيف جيف شافك هيرفضك، لكن سانجي رد عليه وقال له أنا مستعد اترفض بس ما خليش حد يموت من الجوع قدامي. طبخ له الأكل وحطه قدامه وقعدوا يسألوه عن حكايته. الراجل ده طلع واحد من طاقم القراصنة اللي ميهوك قضى عليهم، وحكى لهم إزاي كانوا في طريقهم للجراند لاين عشان يلاقوا كنز روجر، وإزاي ميهوك ظهر لهم فجأة ودمر أسطولهم المكون من 5000 راجل عشان بس صحوه من نومه. أي حد طبيعي يسمع الحكاية دي يخاف ويقول لك جراند لاين إيه اللي روحه ده، لكن لوفي حماسه زاد أكتر والتفت لسانجي وقال له إحنا هنحتاج طباخ معانا في الطاقم، إيه رأيك تيجي معانا؟ سانجي اتصدم من العرض ده وفي نفس الوقت فرح، لكنه ما ردش عليه. بره زورو وأوسوب كانوا قاعدين بيشربوا، وفجأة دخل عليهم ميهوك نفسه وسأل عن لوفي. زورو أول ما شافه عرفه وقال له أنا عارفك، أنت ميهوك أعظم مبارز بالسيوف في العالم كله. وفي نفس اللحظة زورو اتحداه في نزال عشان ياخد منه اللقب ده. نامي حاولت تمنعه وتفهمه ان ده انتحار، لكن زورو كان مصمم. ميهوك وافق واتفقوا يتقابلوا تاني يوم الصبح. لوفي لما عرف بدل ما يحاول يمنع زورو راح يشجعه، لو غلبته هتحقق حلمك يا زورو. ايوه حققه، خلاص اديله على دماغه وانا في ظهرك. نامي يئست منهم وقالت دول مجموعة مجانين وسابتهم ومشيت. راحت تجهز حاجاتها، خدت الخريطة المهمة اللي معاها، ومع طلوع الفجر اتسحبت وركبت المركب اللي اتفقت معاه ومشيت. في نفس الوقت كان زورو وميهوك بيتقابلوا في المكان اللي اتفقوا عليه. زورو طلع سيوفه الثلاثة وبدأ يستعد للهجوم، لكنه اتصدم لما لقى ميهوك بمنتهى البرود طلع من رقبته سيف صغير قد سكينة الفاكهة. زورو اتعصب وقال له انت بتتريق عليا وهجم عليه بكل قوته، لكن ميهوك بالسكينة الصغيرة دي كان بيصد كل ضربات زورو بسهولة تامة، وباين قوي فرق القوة والخبرة بينهم. ميهوك لما شاف ان زورو مش هيتراجع احترم شجاعته وشال السكينة الصغيرة وطلع سيفه الاسود الضخم يورو. الاتنين هجموا على بعض والسيوف اتقابلت في نص الساحة، واللحظة كل واحد اترمى في ناحية. في اللحظة دي سيفين من سيوف زورو كانوا اتقسموا نصين. في نفس اللحظة بالظبط كانت نامي رجعت بسفينتها تاني، قلبها ما طوعهاش تسيب صحابها وتهرب. زورو بعد ما خسر حس ان حياته ما بقاش ليها معنى، حط السيف الوحيد اللي فاضل ولف وشه لميهوك وفتح دراعه وقال له يخلص عليه. ميهوك كان معجب جدا بشجاعته وقال له بقالي كتير ما قابلتش حد شجاع زيك، ووجه له ضربة قاضية في صدره. زورو وقع على الارض غرقان في دمه، صحابه جريوا عليه. ميهوك قال له لما تخف اتدرب كويس وتعالى قابلني تاني، وسابهم ومشي. قرر انه مش هيسلمهم للبحريه بعد ما شاف الشجاعه والروابط القويه اللي بينهم. زورو هو بين الحياه والموت بص لوفي وقعد يعيط ووعده ان دي هتكون اخر مره يخسر فيها في حياته، وفجاه اغمى عليه. لوفي قعد يزعق ويحاول يفوقه لكن مفيش فايده. شالوه ودخلوه أوضة في السفينة. زيف قال لهم إن أقرب دكتور على بعد يومين والولد هيموت لو ما استنوش، فقرر يعمل لهم إسعافات أولية بنفسه. طلب من سانجي يجيب له إزازة خمرة وسمكة ديلها أصفر. لوفي وسانجي افتكروه هيعقم الجرح بالخمرة، لكنهم اتصدموا بيه بيشرب منها وبدأ يقطع في جلد السمكة، وبعدين بدأ يخيط جرح زورو العميق، وبعد ما خلص خياطة غطى الجرح كله بجلد السمكة ده. لما سألوه بيعمل ايه قال لهم ان جلد السمكة ده بيساعد الجروح تلتئم بسرعة، لكنه قال لهم ان حالته صعبة جدا واحتمال كبير ما يفوقش. على سفينة البحرية ميهوك رجع لجده جارب سأله فين لوفي. ميهوك بمنتهى البرود قال له انه سابه يمشي عشان حس ان الولد ده عنده طموح مختلف وعايز يشوف هيوصل لفين. جارب كان هيتجنن وبدأ يكسر في المكتب بتاعه وهو بيزعق وبيشتم في شانكس اللي بوظ الولد، وكوبي كان سامع كل ده. نرجع للمطعم. لوفي كان قاعد بيمسح سيوف زورو المكسورة. أوسوب قال له لازم تجهز نفسك انه ممكن ما يفوقش عشان ما تتصدمش، لكن لوفي رفض الاحتمال ده تماما وقال زورو هيفوق. سانجي كان معجب جدا بتفاؤل لوفي وبدأ يحكي له عن الشيف زيف، وهنا بنرجع بفلاش باك تاني عشان نعرف قصة سانجي وزيف. سانجي من وهو طفل صغير كان شغال طباخ في السفن، وبالرغم من صغر سنه كان موهوب جدا. حلمه الوحيد كان انه يوصل للأزرق الكامل. وفي يوم من الأيام سفينة القراصنة اللي عليها الشيف زيف هجمت على السفينة اللي سانجي شغال فيها. سانجي استخبى في المطبخ ولقى زيف قدامه بيعدل في طعم الصوص اللي هو عامله. سانجي اتجنن وكان عنده الموت أهون من إن حد يلعب في وصفاته. حاول يضربه بسكينة لكن زيف مسكه بسهولة، وفي وسط الخناقة دي جت عاصفة رهيبة قلبت السفينة وغرقت كل اللي عليها. سانجي لما فاق لقى نفسه مع زيف على صخرة مهجورة في نص المحيط. زيف اداله كيس أكل صغير وخلى لنفسه كيس أكبر بكتير وقال له كل واحد يقعد في ناحية ومحدش يجي ناحية التاني إلا لو شاف سفينة إنقاذ.
سانجي قسم الأكل بتاعه على الأيام، لكن الأيام عدت وبقت أسابيع وشهور ومفيش أي سفينة عدت. بعد 70 يوم أكل سانجي خلص والجوع كان هيموته. قرر إنه يروح ياخد أكل من الكيس الكبير بتاع زيف. راح وفتح الكيس عشان يتصدم إنه مليان كنوز ومجوهرات ومفهوش فتفورة أكل. بص لزيف بصدمة عشان يلاقيه قطع رجله وكلها عشان يعيش. سانجي انهار من البكا وسأله ليه عمل كده. زيف قال له عشان أنت الوحيد اللي قابلته في حياتي بيشاركني نفس الحلم، حلم الوصول للأزرق الكامل. وقال له إنه كبرت في السن وخلاص أيامه معدودة، وعايز سانجي هو اللي يحقق حلمهم هما الاتنين. بعد كام يوم عدت سفينة بالصدفة وأنقذتهم، ومن اليوم ده وسانجي بيعتبر زيف أبوه ومدين له بحياته. نرجع للحاضر. لوفي قال إنه مستعد يضحي بإيده أو رجله عشان أي حد من طقمه زي ما زيف عمل. راح يطمن على زورو، لقى نامي قاعدة جنبه بتحكي له حكايات عشان تحاول تخليه واعي. أول ما شافت لوفي بدأت تلومه وتقول له أنت السبب اللي حصل له. في اللحظة دي سمعوا صوت دوشة وصريخ جاي من المطعم. قرصان بشري سمكة ضخم اسمه أرلونج وصل هو ورجالته، كانوا بيدوروا على لوفي عشان ياخدوا منه الخريطة اللي سرقها منهم زمان. أرلونج كان شكله مرعب ودخل المطعم كسر في كل حاجة وهدد إنه هيموت كل الزباين لو محدش جاب له لوفي. نامي جريت على لوفي وحذرته وطلبت منه يهرب. لوفي رفض وقال له مستحيل أهرب واسيب الناس دي تموت بسببي، ونزل هو وسانجي عشان يواجهوه. أرلونج عرفهم إزاي؟ طلع راس المهرج باجي اللي كان سرقه منهم قبل ما يمشوا من السيرك، وكان بيتصنت على كل كلامهم. بدأت معركة عنيفة. سانجي قاتل بقوة لكن رجالة أرلونج كانوا أقوى منه، ولوفي هجم على أرلونج لكنه ما كانش قده. أرلونج مسكه ورماه بره المطعم، وفجأة خرجت نامي ووقفت المعركة. راحت لأرلونج وادت له الخريطة وقالت له إنها كانت شغالة معاه من الأول وعملت كل ده عشان تجيب له الخريطة. لوفي ما صدقش اللي سمعه وقعد يزعق ويقول لها أنا عارف إنهم غاصبين عليكي، لكنها قالت له محدش غصبني على حاجة، وطلبت من أرلونج يرميه في البحر عشان يخلصوا منه. وفعلا أرلونج رمى لوفي في البحر. لوفي ما بيعرفش يعوم وبدأ يغرق وكان خلاص هيموت، لولا إن سانجي نط وراه في آخر لحظة وأنقذه. وهما بيطلعوا من المية زيف طلب من سانجي يوقف شغل ويمشي مع لوفي ويحقق حلمه، وقال له إن دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يرد بيها دينه. سانجي وافق. ولما لوفي فاق وراح يطمن على زورو لقى فاق من الغيبوبة. لوفي كان هيطير من الفرحة. قرروا يروحوا ورا نامي عشان يرجعوا الخريطة وينتقموا من أرلونج. وهما بيجهزوا عشان يمشوا سانجي جه وقال للوفي إنه موافق ينضم للطاقم ويبقى الطباخ بتاعهم. ودعوا الشيف زيف والطاقم اتحرك. طب هما هيلاقوا أرلونج إزاي؟ لوفي طلع من جيبه راس المهرج باجي اللي كان سرقه منهم قبل ما يمشوا، وكان بيتصنت على كل كلامهم. هل هيقدروا يلاقوا أرلونج؟ وإيه حكاية نامي معاه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الرابع من الحكاية. بص يا عم لوفي، اقصد يا عم المشاهد، انت دلوقتي كلت الفيديو وشبعت وزي الفل زي ما لوفي ضرب الاكل في مطعم باراتي بالظبط. ودلوقتي بقى جات لك الفاتوره اهي. الفاتوره مش فلوس، دي يا دوبك لايك صغير على الفيديو وسبسكرايب عشان تاكل معانا الوجبه الجايه وشير عشان تعزم صحابك. لو عملت زي لوفي وكتبت لنا هنعمل بعدين، سانجي بنفسه هيطلع لك من الشاشه وهيخليك تغسل مواعين اليوتيوب كلها. انما لو كنت جدع ودفعت الحساب دلوقتي هتبقى أحلى أنيسة أو أجدع عميل شافته عينينا. يلا مستني إيه؟